اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله اعلانات التيك توك. معاكم اسلام صلاح، والنهارده هنتكلم عن فيديو جديد من فيديوهات السلسله، الا وهو ازاي تعمل اعلانات بقى نفسها على التيك توك. الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن ازاي تعمل اهداف الحملات الاعلانيه، ايه هو شرح اهداف الحملات الاعلانيه، ازاي تعمل حساب اعلاني على تيك توك، وايه هي المجموعات الاعلانيه على تيك توك. فيديوهات النهارده بقى هو المكمل ليها، اللي هي ازاي تعمل الاعلانات نفسها اللي الناس بتشوفها على تيك توك. فلو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هسيب لك اللينكات بتاعتها فوق في الاي وتحت في الديسكربشن. النهارده هنتكلم عن اشكال الاعلانات، فيلا بينا. كده بعد ما خلصنا الاد جروب خلينا بقى ننزل على الاد عشان نبتدي نعمل الاعلان بتاعنا. هندوس على نيكست تحت من هنا، او ان احنا من على الشمال هنا هنختار على اد، وبعد كده هنبتدي ان احنا نعمل الاعلان بتاعنا. لو انت ما عندكش بروفايل لسه فتقدر انت تحط هنا اسم البروفايل اللي هيظهر من عليه الشغل ده، وليكن مثلا فيتنس اكزامبل. بننزل بعد كده على الاد كرييتيفز، ودي اللي هي الصور او الفيديوهات اللي بتظهر معانا في الاعلان بتاعنا. طبعا تقدر ترفع الصورة بتاعتك من هنا او الفيديو، وده يستحب لان تيك توك لو انت عامل فيديو عليه بشكل احترافي ده هيزود جدا من مبيعاتك ومن نجاحك على تيك توك. لو انت ما عندكش فتقدر ان انت تصمم من هنا، فبتدوس على كرييت من هنا، وهتلاقي بالنسبه لك في خيارات كتير قوي تقدر تختار منها. وليكن مثلا بيقول لك انت عايز اي كوميرس، عايز جيمنج، عايز سفر، عايز اكتر حاجات شيوعا. فمثلا انا لو هختار موست بوبيولار مثلا، فبيقول لك طيب هل انت عايزها بقى مثلا في اي كوميرس ولا جيمز؟ مش فارق معايا. لو انت عايزها مثلا في دولة معينة هتقول لي طب انا هعمل ايه بالدول في الفيديوهات؟ هقول لك ممكن يكون في مثلا فيديوهات بطابع اسيوي، فيديوهات بطابع امريكي، ما بيفرقش قوي برضو معايا الكلام ده. الفيديو ديوريشن بس دي اللي تهمني هنا، انا عايز الفيديو مثلا 10 ثواني، وهاجي هنا في الادفانسد فلترز هقول له مثلا انا عايز 5 صور بس في الفيديو، فهيطلع لك التمبلتس اللي انت تقدر تختار ما بينها. لو جيت بقى تقف على كل فيديو من دول هتلاقي شكل الترانزيشن وشكل الفيديو هيكون عامل ازاي بمجرد ما انت تحط بقى الصور بتاعتك. فلو انا مثلا جيت اخترت فيديو زي ده، فهتلاقي هنا هو بيقول لك او حاطط لك صور كتير، وبيقول لك ان انت تقدر تعمل ابديت فروم كمبيوتر وترفع صور من الكمبيوتر عندك، او ان انت تعمل ريبليس ان بالك ان انت ترفع الصور كلها مع بعض. احد المواقع اللي بحبه جدا في الصور هو موقع مجاني بالكامل اسمه بيكسلز. فانا هاجي هنا اكتب مثلا فتنس، وهنزل مثلا في الصور وهاجي في الفلترز اللي هنا واختار فيرتيكال بحيث ان انا اطلع صور رأسية، وهبتدي اختار من هنا 5 صور وهنزلهم وهرفعهم في تيك توك. عندي هعمل ريبليس ان بالك، فهنلاقي الصور بتترفع قدامنا بالمنظر ده. هندوس على كونفيرم. طبعا تقدر برضو تدوس على كروب عشان تتحكم في قطعة الصور نفسها. ممكن اجي اخلي المستطيل ده هنا كده بحيث الصورة تتقطع من الحتة دي. نفس الكلام في الصورة دي لو انت عايز تعدل فيها حاجة، وهكذا. وندوس على كونفيرم. بيقول لك بقى مثلا في الاخر انت عايز تحط موسيقى معينة، فبتدوس من هنا على سيلكت ميوزك، وبتيجي تختار الميوزك اللي انت عايزها، وفي النهاية بتدوس على كونفيرم وتقدر تدوس بلاي عشان تسمع الفيديو. بمجرد ما بتخلص بتدوس على كونفيرم، بيبتدي يعمل حاجه اسمها ريندرنج، يعني بيبتدي ان هو يظبط الفيديو بقى، يلزق الصور في بعض ويحط الميوزك ويجهزه خالص. بمجرد ما بيخلص يبقى انت كده الفيديو بتاعك بقى جاهز في الاعلان. زي ما انتم شايفين هو كده خلص. تعمل مثلا بريفيو فيديو عشان تتفرج عليه. ولو عجبك بتدوس على كونفيرم. كده بقى الفيديو بتاعك جاهز عندك في الاعلان زي ما انتم شايفين. هنا هنحط التكست اللي الناس هتشوفه، اللي هو هنكتب مثلا want to know more about exercise، عايز تعرف اكتر عن التمارين، visit our blog to learn more. او ممكن نخليها wanna learn more about fitness، هتلاقي حتى هو بيصحح لك او بيقول لك بعض الاقتراحات. فانا هاخد مثلا الاقتراح ده. تقدر برضو ان انت تدوس من هنا على اد بحيث تبدأ ان انت تحط فاريشن او حاجة او تكست مختلف تاني او اد كوبي مختلف تاني عن الاد كوبي الاولاني اللي انت عملته، بحيث تشوف انهي واحد فيهم اللي بيجيب لك نتائج احسن. تيك توك هيقول لك انهي واحد اللي بيجيب لك نتائج احسن، بحيث تبتدي خلاص تبقى انت تركز على ده بعد كده في اعلاناتك. هنا مثلا احنا قلنا انت عايز تعرف اكتر عن الفتنس، زور المقالة بتاعتنا عشان تعرف اكتر. او ممكن نقول مثلا how to lose weight without going to the gym. check out our blog for free. عايز تعرف ازاي تخس من غير ما تروح الجيم؟ بص على المقالة بتاعتنا for free.
تقدر برضه تقوم حاطط واحده كمان، واحده رابعه، واحده خامسه، معاك لحد خمسه. بعد كده بيقول لك انت عايز تبعت الناس على فين. فانا مثلا عايز ابعتهم على fitnessexample.com بتاعنا اللي هو اسم الموقع بتاعك، والكول تو اكشن اللي هو الزرار اللي الناس بتدوس عليه. فهنا انت ممكن تخليه دايناميك اللي هو هيجيب كذا زرار مختلف ويوريه للناس، او ان انت تدوس على ايديت هنا وتخليه ستاندرد وتختار مثلا حاجه زي ريد مور مثلا. شخصيا بحب اخليها بالشكل المنطقي، يعني انا لو هبعتهم للمقال هيقروا حاجه فاخليها ريد مور مثلا، لو انا عايزهم يشتروا ممكن اخليها شوب ناو. لقيت الموضوع محير وما انتش عارف تختار ايه، خليها دايناميك. حاجة أخيرة بس قبل ما نعمل سبميت، احنا نسينا إن احنا نغير الغلاف بتاعنا من هنا. فنقدر إن احنا نغير صورة البروفايل بتاعتنا من هنا، ولتكن حاجة بالمنظر ده، وندوس على سبميت، فهتلاقوا الشكل بتاعها اتغير كده. وبتدوس على سبميت في الاخر علشان الكامبين بتاعتك تشتغل. طبعا الكامبين دي انا عاملها شكل اكزامبل مثال، فمش هدوس على سبميت. لكن كده يبقى احنا ده المنظر اللي بنعمل بيه اعلان على تيك توك. الفيديوهات الجايه باذن الله هنتكلم فيها عن مثالين عمليين للموضوع ده، مثالين مهمين جدا: حمله الليد جنريشن اللي انت بتجمع بيها بيانات العملاء المحتملين لو انت هتبيع حاجه غاليه، وفيديوهات الكونفرجن او حملات الكونفرجن بتاعت السيلز لو انت هتبيع حاجه من على ويب سايت، حاجه ب 100 200 $300 الناس ممكن تشتريها من على ويب سايت. ده هيكون محور ان شاء الله الفيديوهين الجايين. بس عشان ابقى متاكد ان انتوا عايزين الفيديوهات دي كلها، اكتبوا لي كلمه اعلانات تيك توك في الكومنتات، عايزين الفيديوهات دي تنتشر وتوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ولو عندكم اي اسئله برضو ما تنسوش تكتبوها لي تحت في التعليقات عشان لو كده اعمل عليها فيديوهات. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي.